أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تكبير. الله ما شاء الله، جزاه الله خيرا شيخ زكريا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. معنا ان شاء الله القي في الدكتور الشيخ ناصر القاري ان شاء الله كلمه فليتفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبيه الاعظم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله تبارك وتعالى الذي جمعنا بالجاليات الصومالية في أوتاوا وبالجاليات الصومالية في تورونتو وفي أبو هريرة وفي أي مكان وصلنا إليه، يعني استقبلنا من قبل الجالية الصومالية. وافتتحنا الأمر في أمريكا توينيباي في مينيسوتا في مقديشيو في أمريكا. منذ أن افتتحنا ومنذ أن نزلنا أمريكا ونحن في ضيوف الجالية الصومالية، فالله سأل أن يبارك في هذه الجالية وأن ينشر بها الإسلام والمسلمين وأن يجعل ما يقومون به من نشر علم أو قرآن أو سنة أو تاريخ إسلامي أو نشر مدارس في موازين حسناتهم إلى يوم القيامة. حقيقة عندما أتينا نياجرا فولز كان الشيخ عبد الله يعني رتب برنامج، وهذا البرنامج تضمن أولا الدعوة، حيث قال سنصلي الجمعة في مسجد كذا والعصر في مسجد كذا والمغرب في مسجد كذا والفجر في مسجد كذا وأريد أن أعرفك على فلان وفلان وفلان. فقدم الدعوة على السياحة، فجزاه الله خيرا بنيته. حتى اليوم هو يعني تقريبا كانت نيته منعقدة على ألا يصل إلى نياجرا فولز، فترك الشيوخ وحدهم له، فجزاه الله خيرا. فتقريبا لأن النية كانت منعقدة يعني. أولا أنا بشكر عمدة المسلمين ومؤسس الجالية، وأنا أبشره في الجنة الصومالية طبعا، وأبشره لأن كل واحد دخل هذه المدينة الطيبة السياحية المباركة ودخل الإسلام هو في موازين حسناتك إلى يوم القيامة. ولو أن هناك شابا هداه الله تبارك وتعالى أيضا في موازين حسناتك إلى يوم القيامة. ولو أن أختا اهتدت ودخلت ديننا ففي ميزان حسناتك إلى يوم القيامة. ولو أن أسرة تكونت من رجل وامرأة وجمع الله شملهم بسبب هذا المسجد وهذا الإمام وهذه الجوامع التي قمت بتأسيسها، فندعو الله تبارك وتعالى
أن ينيرك وأن ينير جسدك وأن يحفظك وأن يحفظ أهلك وأن يحفظك في مالك وأن يقيك شر الأمراض ما ظهر منها وما بطن. حقيقة أنا لا أريد أن أطيل، يعني ليس الوقت للحديث، لكن أنا بشكر الترحاب والاستقبال النقي من الجالية الصومالية في كل مكان وصلنا إليه، فشكر الله لهم. وختاما أستاذنا الكبير ووالدنا طبعا نشكره اليوم على العزومة الطيبة في الأكلة الصومالية الجميلة ختمنا بها وفزت عن كل المطاعم، فجزاك الله خيرا مع الكلمة الطيبة والأخ الكبير لكنني قدمتني قبله، وهو أخونا الكبير وحبيبنا سيدنا الشيخ أبا القدس، هو الأكبر سيدنا ومصابنا. فلتفضل. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أشكر أخي الشيخ عبد الوهاب ومتابعة. نحن ضيوف من أوحاوى مسجد الوحاوى الوطني والأوحاوى مسلم أسوسيشن، جئنا